السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله هنكمل حل امتحانات كتاب المعاصر. وصلنا للمحافظة الثانية وهي محافظة الجيزة. لو لسه ما شفتش حل المحافظة الأولى هسيب لك اللينك في وصف الفيديو. لو جاهزين يلا على بركة الله. المجموعة الأولى اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول: إذا كانت ألف أقل من الب وب أقل من الصفر، فبالتالي عندي ألف وب هتكون أقل من الصفر، يعني ألف سالبة وب سالبة. ج أكبر من الصفر، يعني ج هتكون إشارتها موجبة. فإن ناتج حاصل الضرب ألف في ب نقط ب في ج. طيب، بما إن ألف سالبة وب سالبة، لما أجي أضرب سالب في سالب هيديني موجب، وهنا ب سالبة وج موجبة، لما أجي أضرب سالب في موجب هيديني سالب، فهلاقي إن ألف ب أكبر من ب ج. السؤال الثاني: الجذر التربيعي ل100 ناقص 36. الخطأ الشائع اللي بنقع فيه إن إحنا بنجيب جذر ال100 ب10 وجذر 36 6 وأقول 10 ناقص 6 يدينا 4، لكن نسينا إن أنا لو عندي عملية حسابية تحت الجذر التربيعي بجيب ناتج العملية الحسابية الأول، فأقول إن 100 ناقص 36 عبارة عن 64. طيب، الجذر التربيعي ل 64 8. طب ال8 دي 10 ناقص كام؟ 10 ناقص 2. السؤال الثالث: إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، وكان ب جزء من أ، ب جزء من أ، أو ب مجموعة جزئية من أ، ده معناه إن ب هي المجموعة الأصغر لكن أ المجموعة الأكبر. طيب، بيطلب مني حاجتين في المسألة دي، لا إما يطلب مني أ اتحاد ب، لا إما يطلب مني زي المسألة ديت أ تقاطع ب. لو طلب مني الاتحاد فأنا باخد المجموعة الأكبر فهيكون احتمال الألف، ولو طلب مني التقاطع فأنا باخد الاحتمال المجموعة الأصغر، فهنا بالتالي احتمال أ تقاطع ب هيكون احتمال الب. السؤال الرابع: يكون للكسر ن س زائد 3 على س ناقص 4 معكوس جمعي في المجال. ما هنا دالة الكسر الجبري هنا مش هيكون ليها معكوس جمعي إلا لو كان المقام عندي لا يساوي الصفر، يعني قيمة الدالة تكون معرفة مش دالة غير معرفة. طيب، يعني بالتالي لازم يكون ليها مجال. إيه هو مجال الدالة؟ المجال لأي دالة كسرية هو عبارة عن ح فرق أصفار المقام. طب إيه اللي يخلي المقام هنا بصفر؟ لو كانت س بتساوي إيه؟ بتساوي 4. بحلها إزاي؟ باخد المقام أساويه بالصفر، يبقى س ناقص 4 بتساوي صفر، أودي الأربعة بعكس الإشارة فس هتساوي 4، فدي أصفار المقام، فهيكون مجال الدالة ح فرق الأربعة. السؤال الخامس: إذا كانت دالة السين بتساوي س زائد ك وكانت أصفار الدالة بتساوي 5، ده معناه إن دي القيم اللي تخلي قيمة الدالة د س تساوي صفر. يعني لو عوضت عن السين بتساوي 5 لاقي الدالة تساوي صفر. عايز يعرف ك بكام؟ طيب، ما أنا بالتالي هعمل إيه؟ هعوض عن السين ب5، هقول 5 زائد ك واساويها بالصفر عشان دي قيم أصفار الدالة، وأدي الخمسة بعكس الإشارة فالكاف هتساوي سالب 5 اللي هو الاختيار ألف. عددان مجموعهما 8 وحاصل ضربهما 15، فإن العددين هما. لو كانت عبارة عن سؤال مقالي كان ممكن أحلها إن أنا أعمل معادلتين. هفرض المعادلة الأولى عددان مجموعهم 8 يبقى س زائد ص بيساوي 8، والمعادلة التانية س في ص حاصل ضربهم يديني 15، وأحلها بالتعويض إن أنا أودي الصاد بعكس الإشارة، فأقول إن الس بتساوي 8 ناقص ص، وأعوض هنا أشيل السين وأكتب 8 ناقص ص وأحلها كمعادلتين مع بعض وأجيب مجموعة الحل. لكن بما إن المسألة هنا اختيارات فهي أبسط مما تتخيل. كل اللي أنا هعمله إن أنا هاخد الأعداد أو العددين اللي في الاختيارات عندي وأشوف أنهي عددين بينطبق عليهم الحل. أنهي عددين مجموعهم 8 وحاصل ضربهم 15؟ الاتنين في 6، 2 زائد 6 8، لكن 2 في 6 ب12 فدي ما تنفعش. 3 زائد 5 8 و3 في 5 ب15، فهنا 3 و5 هما العددان اللي مجموعهم 8 وحاصل ضربهم 15 بدون ما أحتاج إن أنا أقعد أحلها كمعادلات وأصعبها على نفسي. نشوف الأسئلة اللي بعدها. المنحنى ص بيساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج يقطع محور الصادات في النقطة كام وكام. طيب،
ما أنا لو عندي منحنى، إذا كان منحنى لأعلى أو منحنى لأسفل مش هتفرق معايا، نقطة التقاطع ما بين المنحنى وما بين محور الصادات لازم ألاقي هنا السين بصفر. يبقى نقطة التقاطع دي عبارة عن صفر وصاد، بس أنا معرفش الصاد بكام. عشان أجيب نقطة التقاطع مع محور الصادات لازم أعوض عن السين هنا في الدالة أو في العلاقة أو في المعادلة السين بصفر. لما أحط هنا السين بصفر هيتبقى عندي الجيم، فهلاقي إن صاد بتساوي جيم، فالنقطة صفر وجيم هي نقطة تقاطع المنحنى مع محور الصادات. مجال الدالة د حيث د س بتساوي س ناقص واحد على س تربيع ناقص 9. احنا عارفين ان المجال بيساوي ح فرق اصفار المقام، فانا هاخد المقام اساويه بالصفر عشان اجيب اصفار المقام. هقول س تربيع ناقص 9 بيساوي صفر. ممكن اودي التسعة بعكس الاشارة واخد الجذر، لكن انا بفضل ان انا احلها بالتحليل. ده فرق بين المربعين، الس تربيع هتكون س وس، التسعة 3 في 3 او الجذر التربيع للتسعة، واحدة موجب وواحدة سالب. بقسمهم مسألتين، هقول س زائد 3 بيساوي صفر، يبقى س بتساوي سالب 3، وس ناقص 3 بيساوي صفر، يبقى س هتساوي 3. فلاقي إن أصفار المقام عبارة عن سالب 3 و3، فهيكون مجال الدالة هو ح فرق 3 وسالب 3. السؤال التاسع، مجموعة أصفار الدالة. ناخد بالنا الفرق ما بين المجال وما بين الأصفار. المجال هو ح فرق أصفار المقام، لكن أصفار الدالة إذا كانت الدالة كسر جبري طبعا عبارة عن أصفار البسط فرق أصفار المقام. فأنا كل اللي أنا هعمله إن أنا هجيب أصفار البسط. أصفار البسط إن أنا آخد البسط أساويه بالصفر، يبقى س ناقص 2 بيساوي صفر، يبقى س هتساوي 2. دي أصفار البسط. طب أصفار المقام عبارة عن دالة ثابتة، فبالتالي ملهاش أصفار، الأصفار بتاع المقام بفاي. فأنا هاخد أصفار البسط بس، دي القيمة اللي تخلي الدالة تساوي صفر لما تكون السين بكام؟ لما تكون السين ب2. المجموعة التانية، أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال العاشر، اوجد ن س في أبسط صورة مبينة للمجال. من الأسئلة اللي موجودة في جميع امتحانات الجبر. طريقتها بسيطة وسهلة جدا، بحلها على 3 خطوات. أول خطوة إن أنا أحلل البسط والمقام إذا كان طبعا يقبل التحليل. تاني خطوة إن أنا بجيب المجال. تالت خطوة إن أنا بختزل أو بختصر البسط مع المقام. طيب هنحلها إزاي؟ ركز معايا. هنقول ن س هتساوي، هبص على البسط، عندي في البسط س زائد 2، مفيش عامل مشترك مفيش تحليل، فهينزل زي ما هو س زائد 2. المقام عندي عبارة عن مقدار ثلاثي بسيط، فأقدر إن أنا أحلله، إن أنا أفتح قوسين، هيبقى س وس كام في كام؟ يديني 2 ومجموعهم 3، 2 في 1. إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط يكون موجب وموجب. نكمل مسألة. هقول ناقص، هنا س تربيع ناقص س. طيب أنا أقدر آخد السين عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص 1. وفي المقام عندي 1 ناقص س تربيع، أقدر آخد من تحت من المقام سالب 1 عامل مشترك، هناخد السالب عامل مشترك، هيتبقى عندي س تربيع ناقص 1. طب أنا عايز أتأكد إن السالب 1 اللي أنا خدته عامل مشترك ده خطوة صح مش غلط. اضرب كده سالب 1 في س تربيع هيديك سالب س تربيع، وسالب في سالب 1 هيديك موجب 1، فبالتالي الخطوة ديت صح. نكمل. هقول ن س هيساوي، تنزل زي ما هي لأن أنا هشتغل على المقام التاني، س زائد 2 على س زائد 2 في س زائد 1 ناقص. طيب هنا سالب في سالب هيديك إيه؟ هيديك موجب، فالإشارة اللي بين الكسر الأول والتاني هتكون موجب. وفوق عندي س في س ناقص 1، وتحت عندي س تربيع ناقص 1، فرق بين مربعين أقدر إن أنا أحللهم. ليه؟ هفتح قوسين، س وس، 1 و1 موجب وسالب، 1 في 1، واحدة موجب واحدة إيه؟ واحدة سالب. قبل بقى ما اختصر البسط مع المقام هجيب المجال الأول. هنقول م هتساوي، المجال عبارة عن ح فرق أصفار المقام. إيه اللي يخلي المقام هنا بصفر؟ لو كانت س دي بسالب 2، ولو كانت س هنا بسالب 1، ولو كانت س هنا بسالب 1، لو كانت س هنا ب1 بس سالب 1 مش هكتبها مرتين عشان عند كتابة المجموعة نراعي عدم التكرار. بعد ما جبت المجال أقدر بقى إن أنا أختزل أو أختصر البسط مع المقام عشان أحصل على أبسط صورة. هلاقي س زائد 2 اللي في البسط راحت مع اللي في المقام، وس ناقص 1 اللي في البسط راحت مع س ناقص 1 اللي في المقام، فهيتبقى عندي ن س
هتساوي 1/س زائد 1 زائد س/س زائد 1. لما اجي اجمع دالتين مع بعض، لو كانت المقامات متشابهة باخد مقام واحد واجمع البسط، فهاخد س/1 في المقام، وهجمع البسط س/1 أو 1 زائد س هي س/1. البسط بيساوي المقام، هيروحوا مع بعض هيتبقى الواحد، وهي أبسط صورة للدالة ن س. سؤال 11. اوجد في ح مجموعة الحل للمعادلتين س ناقص ص بيساوي 0، ودي المعادلة الأولى، وس في ص بيساوي 16، ودي المعادلة التانية. طيب هنحل المسألة رقم 11. هحل المعادلتين مع بعض، واحدة من الدرجة الأولى وواحدة من الدرجة التانية، فهنا هحلها بالتعويض، إن أنا أثبت السين وأدي الصاد دي بعكس الإشارة، فلاقي المعادلة الأولى عبارة عن س بتساوي ص، والمعادلة التانية هي س في ص بيساوي 16. أقول له بالتعويض من المعادلة 1 إلى المعادلة 2، كل س هتقابلنا أشيلها وأكتب ص، أو كل ص هتقابلنا أشيلها وأكتب س. ده صح وده صح. طيب هنشيل س في المعادلة التانية وأكتب مكانها ص، فهيكون ص في ص بص تربيع بتساوي 16. آخد الجذر التربيع للطرفين، فالصاد عندي هتساوي موجب أو سالب 4. طيب عند ص بتساوي 4 يبقى س هتساوي كام؟ س هتساوي 4. وعند ص بتساوي سالب 4 س برضو هتساوي سالب 4، لأن أنا عندي س بتساوي ص، فلاقي مجموعة الحل م ح هتساوي زوج مرتب الأولاني 4 و4 عشان س بتساوي ص، والزوج المرتب الثاني سالب 4 وسالب 4. سؤال 12 بيقول لي اوجد باستخدام القانون العام مجموعة الحل في ح س تربيع ناقص 6 س زائد 4 بيساوي 0. طيب لما اجي احل بالقانون العام، أول حاجة بجيب الألف وهي معامل السين تربيع هتكون ب1، والب معامل السين هتكون بسالب 6، والجيم هو الحد المطلق هيكون بكام؟ 4. نكتب القانون الأول، هنقول إن السين بتساوي سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ل ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. ده القانون العام. كل اللي أنا هعمله إن أنا هعوض مكان الألف والب والجيم في القانون، فهقول إن س هتساوي سالب ب. طب ما هي ب بسالب 6، سالب في سالب بموجب هتكون ب6، موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع سالب 6 تربيع ب36 اللي هي 6 في 6، والتربيع بيشيل السالب، ناقص 4 في ألف، ألف ب1 يبقى 4 في 1، في ج اللي هي 4 يبقى في 4، على 2 في ألف اللي هي 2 في كام؟ 2 في 1. يبقى س هتساوي 6 موجب أو سالب الجذر التربيعي، وأجيب 4 في 4 ب16، 36 ناقص 16 هيديني 20 على 2 في 1 ب2. الخطوة اللي بعد كده إن أنا بقسم المسألة، أخدها مرة بالموجب، أخد السين مرة بالموجب، ومرة أخدها بالسالب. فهقول إن السين هتساوي 6 زائد جذر 20 على 2، وهنا س هتساوي 6 ناقص جذر 20 على 2. طبعا ألف المسألة مقربا الناتج لرقم عشري واحد، فما ينفعش إن أنا أجيبها كده وأسيبها، فلازم أجيبها الأقرب رقم عشري بالآلة الحاسبة. نفتح الآلة الحاسبة مع بعض ونكتب، نفتح شرطة كسر ونكتب 6 زائد الجذر التربيعي لل20 على 2، وأدوس يساوي لأقرب رقم عشري، فهدوس على اس دي تطلع بكام؟ يطلع ب5.2، يبقى هنا س هتساوي 5.2. نفس الآلة الحاسبة، بدل ما امسح واكتب من أول وجديد هدوس على أي سهم عشان أخش المسألة تاني وأخلي الموجب سالب. نكتب سالب وندوس على يساوي وأجيبها على اس دي، هيديني القيمة التانية تكون 7/10، يبقى س هتساوي 7/10. يبقى مجموعة الحل قيم س عندي اللي طلعت بالقانون العام عبارة عن 5.2 و7/10. إذا كان أ وب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال الألف ب7/10 واحتمال الب ب5/10 واحتمال أ تقاطع ب ب3/10، اوجد 1 احتمال أ اتحاد ب. احنا عارفين احتمال في قانون للكلام ده، أ اتحاد ب هيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب
فرق احتمال ألف تقاطع ب. احتمال ألف اتحاد ب ده بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب فرق احتمال التقاطع. طيب احتمال الألف عندي بكام؟ ب7/10 زائد احتمال الب ب5/10 ناقص احتمال التقاطع ب3/10. نفتح الآلة الحاسبة عشان نجيب الناتج عندي. هكتب 7/10 زائد 5/10 ناقص 3/10 وهدوس يساوي، يطلع 9/10 اللي هو 9/10، يبقى هيساوي 9/10. المطلوب التاني عايز احتمال ب فرق ألف. احتمال ب فرق ألف، حافظين القانون؟ نقول ده عبارة عن احتمال الب فرق احتمال التقاطع، احتمال ألف تقاطع ب. طيب احتمال الب بكام؟ احتمال الب ب5/10 يبقى 5/10 ناقص احتمال التقاطع كام؟ 3/10، ده هيديني 2/10. سؤال 14. إذا كان ن واحد س بيساوي 5 س على 5 س زائد 25، ونون 2 س الدالة التانية بتساوي س تربيع زائد 5 س على س تربيع زائد 10 س زائد 25. اثبت أن ن واحد بيساوي ن 2. عشان أثبت إن ن واحد بتساوي ن 2 لازم أثبت إن أبسط صورة للدالة الأولى بتساوي أبسط صورة للدالة التانية، وهثبت برضو إن مجال الدالة الأولى بيساوي مجال الدالة التانية. فأنا عشان أحلها أنا هعتبرهم مسألتين مع بعض. ناخد الشق الأولاني اللي هو ن واحد س. هنقول ن واحد س هتساوي، البسط عندي 5 س، لا في عامل مشترك ولا في تحليل فيتكتب زي ما هو 5 س. في المقام عندي أنا شايف إن في 5 عامل مشترك، فهاخد ال5 عامل مشترك، هيتبقى عندي س زائد 25 على 5 فيها ال5. متعودين في مسائل التبسيط أو أبسط صورة قبل ما أختصر البسط مع المقام أنا بجيب المجال، فهجيب الميم واحد. المجال الأول عبارة عن ح فرق أصفار المقام اللي يخلي المقام هنا بصفر لو كانت السين دي بسالب 5. بعد كده هختصر الكسر يبقى ن واحد س هتساوي، هلاقي إن ال5 راحت مع ال5 هيتبقى عندي س على س زائد 5. ده النص الأولاني من المسألة. النص التاني هعمل نفس الكلام بالظبط، هقول ن 2 س هتساوي، البسط عندي أنا ممكن آخد السين عامل مشترك، لما آخد السين عامل مشترك هيتبقى عندي س زائد 5. وفي المقام عندي ده مقدار ثلاثي بسيط أقدر أحلله، كام في كام يديني 25 ومجموعهم 10، 5 في 5، فأنا هحلله إن أنا أفتح قوسين س وس 5 في 5، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط هيكون موجب وموجب. وقبل ما أختصر البسط مع المقام هجيب المجال التاني م 2 هتساوي ح فرق أصفار المقام اللي يخلي المقام هنا بصفر لو كانت السين بسالب 5، ومش هكتبها تاني عشان يراعى عند كتابة المجموعة عدم تكرار أي عنصر. بعد كده هجيب الاختصار أو أبسط صورة أو اختزال البسط مع المقام، يبقى ن 2 س هتساوي، هلاقي س زائد 5 راحت مع س زائد 5، اتبقى عندي س على س زائد 5. طيب أنا ملاحظ إن الاختصار بتاع الدالة الأولى طلع بيساوي الاختصار بتاع الدالة التانية س على س زائد 5، وهنا س على س زائد 5، ومجال الدالة الأولى طلع بيساوي مجال الدالة التانية. يبقى أنا كده خلصت المسألة. كل اللي أنا هكتبها هقول له بما أن ن واحد س بيساوي ن 2 س، يعني أبسط صورة للدالة الأولى بتساوي أبسط صورة للدالة التانية، وبما أن م واحد المجال الدالة الأولى بيساوي مجال الدالة التانية، إذا ن واحد بيساوي ن 2 وهو المطلوب إثباته. أوجد ن س في أبسط صورة مبينا المجال، حيث ن س بتساوي س أس 3 ناقص 8 على س تربيع زائد س ناقص 6 في 2 س زائد 6 على س تربيع زائد 2 س زائد 4. نبدأ ونقول ن س هتساوي، هبص على البسط الأول، ده عبارة عن فرق بين مكعبين اللي هو قوس صغير التحليل بتاع تانية إعدادي وقوس كبير، ده مقدار ثنائي، الحد الأول ليه جذر تكعيبي والحد التاني ليه جذر تكعيبي، فبيكون فرق بين مكعبين. الجذر التكعيبي لس أس 3 س،
اخد نفس الاشارة ناقص الجذر التكعيبي للتمانية 2. القوس الكبير هنا بجيبه من القوس الصغير. ازاي بقى؟ بقول ربع الحد الاول يبقى س تربيع. غير الاشارة سالب تبقى موجب. اضرب الحد الاول في التاني يبقى 2 س. ربع الحد الاخير يبقى 4. نقولها تاني على بعض. يبقى ربع غير اضرب ربع. ربع الحد الاول غير الاشارة اضرب الحد الاول في التاني ربع الحد الاخير. كده انا خلصت البسط. ننزل على المقام. ده مقدار ثلاثي بسيط. كام في كام يديني 6 والفرق بينهم 1. 3 في 2 و3 ناقص 2 يديني 1. فأنا هحلل برضو المقام. س تربيع تبقى س وس. الستة 2 في 3 أو 3 في 2. إشارة الحد الأخير سالب فالعدد الكبير ياخد إشارة الأوسط والتاني عكسه. طيب نكمل المسألة. عندي 2 س زائد 6. أقدر أخد الاتنين عامل مشترك. هتبقى عندي س زائد 6 على 2 فيها 3. ننزل المقام. س تربيع زائد 2 س زائد 4. ده مقدار ثلاثي. طيب كام في كام يدينا 4 ومجموعهم 2. مش هلاقي حاجة بتساوي الكلام ده. طب أنا عايز أتأكد إن المقام ده يقبل التحليل أو لا يقبل التحليل. بجيب المميز. لو فاكرين المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 أ ج عشان أشوف أقدر أحل ده بالقانون العام ولا مش هحله. طيب هجيب قيمة المميز. هنا أ ب1 ب ب2 ج ب4. ب تربيع يعني 2 تربيع ب4 ناقص 4 في أ يعني 4 في 1 في ج اللي هي ب4. هتطلع عندي 4 ناقص 4 في 1 ب4 ف4 يديني 16. 4 ناقص 16 هيبقى سالب 12. لو كان قيمة المميز سالبة فبالتالي المقدار ده لا يقبل التحليل أو ليس له مجموعة حل في مجموعة الأعداد الحقيقية. فبالتالي أنا هسيبه زي ما هو س تربيع زائد 2 س زائد 4. وخدها قاعدة. طالما أنت حللت مقدار فرق بين مكعبين اعرف إن القوس الكبير ده لازم يكون فيه قوس زيه عشان يروحوا مع بعض. تمام؟ طيب قبل ما اختصر البسط مع المقام بجيب المجال الأول. يبقى المجال هيساوي ح فرق أصفار المقام اللي يخلي المقام هنا بصفر فكانت س بتساوي 2. القوس الثاني لو كانت س بتساوي سالب 3. والقوس الأخير أو المقام الأخير طالما هنا لا يقبل التحليل فبالتالي ما بيكونش ليه أصفار. كده أنا جبت المجال. آخر خطوة في التبسيط لأبسط صورة إن أنا بختزل أو بختصر البسط مع المقام. هلاقي هنا س ناقص 2 راحت مع س ناقص 2. القوس الكبير هنا راح مع القوس اللي تحت وس زائد 3 راحت مع س زائد 3. هيتبقى عندي الاتنين يبقى ن س بتساوي 2 وهي أبسط صورة للدالة. آخر مسألة. اوجد جبريا مجموعة الحل المعادلتين الآتيتين في ح ف ح موضحا خطوات الحل. اداني المعادلة الأولى 3 س زائد 2 ص بيساوي 4 وس ناقص 3 ص بيساوي 5. أقدر أحلهم مع بعض عن طريق الحذف أو عن طريق التعويض. الأسهل في الحالة دي إن أنا أحلها عن طريق الحذف بس بشرط لازم أخلي معامل الصاد هو معامل الصاد مع اختلاف الإشارة. طيب أخلي المعامل هو المعامل إزاي؟ لو أنا ضربت المعادلة الأولى بضرب المعادلة الأولى في 3 وضرب المعادلة الثانية في 2. نضرب المعادلة الأولى في 3. 3 في 3 س ب9 س زائد 2 ص في 3 ب6 ص هيساوي 3 في 4 ب12 ودي المعادلة رقم 1. المعادلة التانية هضربها في 2. 2 في س ب2 س ناقص 3 في 2 ب6 ص هيساوي 2 في 5 ب10 ودي المعادلة رقم 2. هقول له بجمع المعادلة 1 و2 أو بالجمع على طول. 9 س زائد 2 س هيديني 11 س. طبعا ال6 ص هتروح مع ال6 ص هيساوي 12 زائد 10 يساوي 22. هقسم على ال11 في الطرفين يبقى هتطلع عندي س بتساوي 22 على ال11 فيها ال2. جبت قيمة السين لازم أجيب قيمة الصاد. هعوض في أي معادلة إذا كانت المعادلة الأولى أو المعادلة التانية عن قيمة السين بتساوي 2 عشان أجيب الصاد. تعال نعوض في المعادلة الأولى مثلا. السين ب2 2 في 3 ب6 يبقى 6 زائد 2 صاد هيساوي 4. أودي ال6 بعكس الإشارة يبقى 2 ص هيساوي 4 ناقص 6 هيديني سالب 2.
هقسم على الاتنين في الطرفين، يبقى ص بتساوي -2 على 2 فيها -1. يبقى مجموعة الحل م ح عبارة عن الزوج المرتب 2 و-1. لو الفيديو فادك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في الفيديو الجاي في رعاية الله.